فاز المنتخب العراقي اليوم 5-0 على نظيره اليمني، وكانت مباراة جميلة من منتخبنا الوطني، وسجل الأهداف كل من أيمن حسين هدفين، واحدة ركلة جزاء، واحدة كانت من كرة عرضية، وسجل أمجد عطوان هدف، وسجل علي حسين هدف، ومصطفى ناظم هدف من كرة رأسية. يذكر أن أيمن حسين سجل هدفين وانضم إلى هدافين البطولة كل من هدفين. المنتخب العراقي اليوم حافظ للمرة الثالثة على نظافة شباكه، وكانت أكثر من لاعب أراها مثل إلقام إسماعيل واللاعب أمجد عطوان. صنع أمجد عطوان هدفين وركلة جزاء وسجل هدف. أمجد عطوان يوم كان أفضل لاعب من المباراة وأدى مستوى جميل. منتخبنا اليوم أدى مباراة إجماليا جميلة، حتى لو كان ضعف المنتخب اليمني، لكن المنتخب العراقي لحد الآن قادمون على عزم تحقيق البطولة، وإن شاء الله كل التوفيق لكادر التدريب والمنتخب العراقي. ونشكر الجمهور على الحضور الدائم مع المنتخب الوطني وتأزيره وتشجيعه، وإن شاء الله الدعم للجميع والدعم لأيمن حسين صاحب الهدفين وهداف المنتخب العراقي حاليا.